بادروا إلى أذهانهم حول أسرار احتفاظ رخام الحرم ببرودة تجعل من شمس الظهيرة الحارقة بردا وسلاما على أقدامهم. في ظل البحث عن أفضل سبل الراحة للطائفين والمصلين في المسجد الحرام، فقد تم البحث عن بعض أنواع الرخام بمواصفات خاصة تقلل من نسبة امتصاص الحرارة بنسبة عالية جدا، وهو نوع رخام يسمى برخام التاسوس. تتراءى أمام أعين المعتمرين تفاصيل دقيقة قد تشبع نهمهم في كيفية اكتساء أرضية الحرم برخام التاسوس الذي يقوم بدوره بامتصاص الرطوبة والبرودة ليلا والاحتفاظ بها نهارا عبر مسام دقيقة في هذا الرخام تجعل مسطحات الحرم معتدلة البرودة طاردة لحرارة الشمس. من المعروف أن الرخام هو عبارة عن 3 أنواع، إما جرانيت أو رخام طبيعي أو التاسوس اللي نحن نحدث. الجرانيت يمتص الحرارة ويمتص الضوء، الرخام الطبيعي الآخر هو يعكس الضوء ويمتص الحرارة، أما التاسوس فوظيفته أنه يعكس الضوء والحرارة. على امتداد مساحات الحرم المكي تصطف قطع رخام التاسوس بجوار بعضها البعض في كافة مسطحات الصلاة الموجهة باتجاه القبلة، تستوعب صفا كاملا من المصلين لكل بلاطة مثبتة في صفوف الصلاة بامتداد 120 سنتيمترا وعرض 60 سنتيمترا للبلاطة الواحدة وبسمك 5 سنتيمترات، ما يساعد على امتصاص أكبر كمية من الرطوبة. مع نمو المشاريع التطويرية واستمرارها يظل التاسوس جوهرة متنقلة لا يمكن الاستغناء عنها، حيث تفك مجددا عند كل مشروع وتنظف ليعاد تركيبها في مواقع أخرى. هذا النوع من الرخام باهظ الثمن نادر الوجود، يؤتى به من جبال اليونان خصيصا للحرمين الشريفين. من داخل الحرم المكي، خميس الزراني، العربية.